وطبعا أريد كما قلت لأهل مكة اضرب شعبة أن أعطي فكرة موجزة عن هذا المقترح. هو عبارة عن مقترح مشروع، يعني أنا لا ألبس نفسي ثوبا فضفاض أكثر من الجميع، لكن نبي الآخرين كلهم يساهموا ويلتمسوا لنا العذر إذا أخطأنا. فطبعا في فصل بين السلطات، لأن زي ما تعرف أستاذ محمد وقتي الكريمة السلطة المطلقة تعتبر مفسدة مطلقة. وفي فقيه قانوني قال كيلسين قال السلطة شيطان لازم تحط لها شيطان يقفها. كما تسمعون الآن في مصر المجلس العسكري يطلب منا الرئيس مرسي السلطة التشريعية، فيقول له ما نقدرش أعطيك سلطة تشريعية وعندك التنفيذية تقدر تشرع لنفسك. فأهم شيء هو الفصل بين هذه السلطات. أما بالنسبة للسلطة التشريعية فالمقترح اللي أنا مريت به أستاذ أحمد وقتي الفاضلة أن نظام الغرفتين. نظام الغرفتين يعني مجلس نواب ومجلس شيوخ. والمجلس الميزة هذا النظام أنه يكون فيه يعني توازن بين المجلسين وعدم الاستبداد، لأن لو كان في مجلس واحد يستبد بالسلطة التشريعية فممكن يسيطر عليها. بالإضافة لهذه الميزة في عدم التسرع، لأن مجلس النواب يدير قانون يقبل مجلس الشيوخ يعني يراجعه، إضافة إلى الاستفادة من خبرة وحكمة مجلس الشيوخ، لأن عادة مجلس الشيوخ فيه مجموعة معينين، وهذا المجموعة معينين من كبار الفقهاء والأساتذة الذين ينأون بأنفسهم من المعركة الانتخابية والصراع. فهذوما طبعا الناس هم اللي تطرق أبوابهم وهم اللي يجيبوهم لعند هذا المجلس، فهم يستفيدوا منه. إضافة إلى هذا في طبعا توازن، لعلك تسمع مقولة تساوي الكراسي وعدم الإقصاء وغيره. طبعا مجلس الشيوخ لا يتقيد بالعدد السكاني، مجلس النواب عادة بالعدد السكاني نسبة، لكن مجلس الشيوخ في كل إقليم من إقليم ليبيا نفس العدد. مثلا حتى في أيام العهد الملكي كان الإقليم الجنوبي والإقليم الشرقي والإقليم الغربي متساويين. برضو المقترح اللي درت نفس الشيء. حتى في أمريكا تلاقي كل ولاية مثلا منها 2 شيوخ، لأن لو كنا درناها على العدد السكاني بس حتى في ليبيا حتى التركيز السكاني عارفة في منطقة واحدة فهيكبر الثقل المائل. فطبعا وهذا الموجود هذا في مجلس النواب، لكن مجلس الشيوخ يكمل هذه العملية ويعطي التوازن. تكلموا عن أبسط المفاهيم لتعريف الشعب الليبي بمفاهيم بسيطة جدا لإقامة الدستور الحقيقي للشعب الليبي. الدستور طبعا بالنسبة للمفهوم والموروث 42 سنة الليبيين كانوا يخافوا منه. تقدرش تحكي حتى مع اخوك على الدستور لانها تعتبر حتى لما جاء زي في الاحلام ولا زي في او دار محاوله الدستور عباره عن موضوع انشاء وما كانش حد وتداولوه في الخفاء، وكانت محاوله طبعا ولدت ميته. لكن لما تشوفي حتى في العائله، والله في العائله تلاقي جمعيه العائله وكلهم يلموا كل حد يدفع مبلغ ودايرين شروط. هذا المبلغ كيف يصرف وانت المفروض تدفع كذا، في حالات الوفاة، في حالات الحج، في حالات كذا، لازم هذه العلاقة تكون منظمة ما تكون شريعة غاب. وبالتالي هذا هو نفس الموضوع، بس عائلة كبيرة اللي هي ليبيا كلها، كيف ننظم علاقتنا مع بعضها، انت شنو حقك وشنو حقي، كيف حماية الحريات، حقوق المرأة، حقوق الطفل، كيف السلطات، كل سلطة مستقلة وحدها، وعندما نختلف نلتجي للقضاء. زي ما شفتي تو ما شاء الله في مصر المحكمة الدستورية كانت يعني الأعلى، يعني تقدر تطمئني في بيتك على اساس انك تاخذي حقك. وزي ما يكون كان في مرشح في بنغازي ايام زمان بشير المغربي يقول لك قوه المنطق وليس منطق القوه. فنحن نبغى نقولوا طبعا بنغازي دائما تقدم الكثير من الثقافات ومن من المبادئ، فانا نتذكرها من يوم طالب لا تصف يعني ان قوه المنطق وليس منطق القوه اللي يساعد في بعض الميليشيات وحاجه فنبغى نقضوا عليه. فهذا هو الدستور يضع هذه الاسس. لو نتكلموا به عن الدستور يعني او عن علاقه السلطات، العلاقه بين السلطات داخل الدستور، كيف حتكون او كيف هي النظره اللي حاطها حضرتك في هذا الكتيب او كمشروع دستور ليبيا؟ هو بالنسبه طبعا للسلطات في العالم كله، طبعا في ليبيا كانت ما فيش سلطات، كانت السلطه في يد شخص واحد. لكن السلطات عاده الشعب هو اللي صاحب السلطه،
وصاحب السيادة وينتخب المجلس. نحن في هذا التصور درنا مجلس الأمة يتكون مجلس نواب ومجلس شيوخ. هذا المجلس هو اللي يشرع، يضع القوانين ويضع القوانين، ومن ينفذها السلطة التنفيذية اللي هو مجلس الوزراء. مجلس الوزراء عبارة عن ينفذه تحت رقابة المجلس التشريعي، والمجلس السلطة التشريعية لتتكون من النواب ومن الشيوخ. وعندما يصير خلاف بين الأفراد ولا حتى بينهم وبين الدولة يلجأوا للقضاء للسلطة القضائية. فهذا نظام مستقر في العالم. وهذه القوانين من أيام، يعني القانون لم يأتي بين يوم وليلة، مش ضروري تقدير حاجة جديدة. من أيام نحن كنا ندرس في تاريخ القانون، قانون حمورابي وقانون اللوحة ال 12 من أيام السومريين كان مكتوب على لوحة 12. والأمريكان لما داروا الدستور بتاعهم من حوالي 300 سنة يعني ممكن داروا 20 مادة بس. لكن تتطور الدنيا وتغير وتأتي البرلمانات وتغير الرؤساء، لكن الناس اللي يضعوا الدستور سيظلوا خالدين في التاريخ، زي جورج واشنطن في أمريكا، والله جمعية ال51، والله مصريين في العشرينات. هذه عملية لن تتكرر كثيرا في تاريخ الشعوب، لأنها تحصل مرة واحدة، ما زي البرلمانات والانتخابات. فهذه أهمية الدستور، لأنه هو الميثاق، هو العمود الفقري للشعوب، وبدون دستور نبقى عايشين في شجرة غاب. تو نحن ليبيا إلى الآن لا نعرفين ملكية ولا نعرفين جمهورية ولا نعرفين إمارة. أنا طبعا اقترحت في هذا المشروع المتواضع أن تكون جمهورية، وأن تكون مدتها 4 سنوات وقابلة للتجديد لمرة واحدة. حتى بالنسبة للشيوخ اقترحت أن تكون 6 سنوات وقابلة للتجديد لمرة واحدة. 12 سنة الشيخ يكفيه، لأن عادة هم كبار السن وممكن نجيب واحد آخر. أيام الدستور 51 كانت المدة 8 سنوات وكانت مفتوحة، وكان تعيين. طبعا التعيين أيام الملك لأنه كان راجل طيب وكان راجل موثوق فيه، ما كانش يستغل فيه. لكن أنا ابتعدت في هذا المشروع عن فكرة التعيين، لأن فكرة التعيين حيبقى فيه نوع من الدكتاتورية. إذا كان الرئيس رئيس الجمهورية يسيطر على بالتعيين، فيبقى يتحكم في نص السلطة التشريعية، يبقى يمشيها زي ما كانت، وبالتالي أو يبقى نوع من النظام الرئاسي. طبعا في نظامين، نظام رئاسي ونظام برلماني. ان شاء الله باختصار شديد، طبعا النظام الرئاسي زي في امريكا، الدوله تنتخب الرئيس وما فيش رئيس وزراء وهو المسؤول، والوزراء كلهم سكرتير له. بالنسبه للنظام البرلماني فيه رئيس وزراء وفيه الوزراء مسؤولين. النظام الثالث هو نظام الجمعيه اللي في سويسرا، نفس السلطه التشريعيه عندها جناح حكي تنفيذي، تلقى السلطه التشريعيه متجاوزه شويه على التنفيذي. النظام الرئاسي في امريكا يتدخل مع المجلس التشريعي، عنده نظام اسمه المسج وعنده الفيتو، يبعث الرئيس يبعث مسج للكونغرس والله فيتو، يعني يوقف لهم بعض الحاجات. فنحن علشان تشوف ان في النظام البرلماني زي في بريطانيا وفي بعض الدول، اسرائيل من يعرف رئيس اسرائيل، من يعرف، ما لهمش اي دور. وفي نظام اخرى زي مثلا زي دكتاتور. فانا ما يعني فكرت ما يكونش دكتاتور ولا يكون طرطور مجرد منظر وحاجه من القبيل، فقلنا ناخذ بالنظام المختلط لاعطاء بعض الصلاحيات للرئيس، ولكن الرئيس يكون بصلاحيات محدوده وتحت رقابه السلطات. النظام البرلماني له عيوب والنظام الرئاسي له عيوب، حتى تو الاتجاه في مصر متجهين الى نظام مختلط. فانا النظام اللي مفكر فيه يعني نظام مختلط ياخذ مزايا النظام الرئاسي ومزايا النظام البرلماني في نظام واحد، وهذا نظام فريد. وبرضه ما استغنيناش على الدستور 51 اللي ندوا به الكثيرين، حتى هم خذينا منه بعض المقترحات وبعض الدساتير العربيه والعالميه لنصل الى مقترح. هذا المقترح عباره عن اجتهاد، واجتهاد شخص متواضع جدا، وليبيا والعالم يغص بالكثيرين من اكثر من علم وتجربه، لكن على الاقل لما تقدم انت حاجه الواحد ممكن يبدا يشتغل فيها، لكن لما تقول له دير لي من لا شيء ممكن تاخذ مده طويله. فهذه عباره عن محاوله متواضعه، حاولت ان نجمع باعتباري انا رجل يعني قانون ومانيش صغير في السن، وسافرت اكثر من اغلب قارات العالم، عشرات دول. فانا يعني حاولت اني بحكم هذه الخبره وكتاباتي وقراءاتي ان ندير مقترح. هذا المقترح نقدمه للليبيين، وبالتاكيد ربما لو لقي القبول ب60 ولا 70% يبقى خيرا، لان الليبيين يعني يزيدوا عليه وتبدا لبنه تضاف اليها لبنات لبناء ليبيا الديمقراطيه الجديده.
شاء الله. طبعا أحمد، نحن اليوم سعداء بحضور الأستاذ عبد الحفيظ الدايخ، وبالتأكيد نحن يعني سعداء، ونحن نأمل أنه يكون في دستور بإذن الله عن قريب، يكون دستور ملم لكل ما يتمنى الشعب الليبي من حقوق ومن يعني أشياء يتمناها أن هي تطبق على أرض الواقع بإذن الله. لكن أستاذ عبد الحفيظ، نحن لو حابين نقول لك كلمة حابة توجهها بالنسبة للدستور، وخاصة للأشخاص المتخصصين ممكن في صياغة الدستور، أو ممكن في الأشخاص اللي زي حضرتك ممكن يكونوا تخصصهم الأساسي القانون. والله هو طبعا أهم حاجة أنه ما ينسوش الشهداء وأسر الشهداء والجرحى، هذوما في الدستور برضه حطينا لهم مادة على أساس أنهم عندهم امتيازات، وهذا في جميع بلاد العالم. تجيب في بريطانيا، في أمريكا، في أي بلد يركبوا بالبلاش وعندهم وسام وعندهم تقدير واحترام. المرأة طبعا يعني لازم تاخذ حقوقها. الحمد لله المرأة في ليبيا يعني واخذة حقوقها، يعني ما اعتقدش انها مظلومة. يكفي ان اغلب المرشحين والمرشحات من سيدات وشابات على مستوى عالي من الثقافة، وننظرهم بكل احترام والتقدير. التعليم برضو انا اقترحت انه يكون اجباري. هو ما فيش حد يقدر يفرض عليك تقرا بالغصب، يعني الزامي كنا عند الاعداديه. ليش؟ لان سن العمل في القانون الاعدادي. لكن موضوع المجانيه انا تركته. ليش؟ لان عاده في دول واجده واحنا متوقعين ان بدل ما يعلمك بالبلاش مرتبك بدل 500 يعطيك 5000 ولا 4000 تعالج بروحك وتقرا بروحك وكذا اعتقد. لكن لو قيدناه في اي دستور، قيدناها الدساتير هذين جامده ويعني تغييرها صعب، فنترك هذا الموضوع. عاده الدساتير حتى أنا خطوط عريضه، عباره عن خطوط عريضه ومختصره. ليش قلت لك هو اصغر كتاب واكبر كتاب؟ لان القوانين واللوائح اللي تحدد، فنتركه للمجتمع ومجلس النواب والاجيال القادمه انها تغير. فهذين كلهم خطوط يعني عريضه، اضافه الى الامن طبعا والرفاهيه. حتى ربنا سبحانه وتعالى يقول الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. نبوا يطعموا الشعب الليبي ويعيش في رفاهيه ويامن على امن داخلي وأمن خارجي على حدوده وكجيش وكشرطة إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا أستاذ عبد الحفيظ، بس أنا حابة نسألك يعني لو نتكلم ونقولوا أين الأطفال من الدستور؟ طبعا هو بالطفل، طبعا أنت عارف أن يعني أطفالنا أكبادنا تمشي على الأرض وما فيش أعز من الإنسان من أطفاله. والأطفال اليوم هم رجال المستقبل. وطبعا بالنسبة في درت يعني هذا المقترح المتواضع في باب خاص، وهذا مش يعني زي ما تقول ذكاء مني. أغلب دساتير العالم أغلب وحقوق الإنسان، فتعطي هذا للمرأة والطفل هذه الحقوق. وبالإضافة إلى حتى في بند الجنسية أولاد الليبيات من آباء أجانب، لأن نحن عقدنا بعض اللقاءات كمجتمع مدني. عقدنا بعض اللقاءات كمجتمع مدني في البيضة وفي بعض المناطق، وكانت معنا بعض الأخوات التي يشكين من أنهن متزوجات من أجانب وعندنا أطفال. فبالنسبة لي حتى موضوع الجنسية أنا أشرت إلى أن لازم تحترم حقوق الإنسان، ولازم الأطفال من آباء غير ليبيين يتمتعوا بالجنسية احتراما لأمهاتهم الليبيات. وبرضه حق الطفل في التعليم وفي الرعاية الصحية وفي النشأة، لأن أعطيني طفلا أعطيك رجلا في المستقبل. وهذه الدول اللي نهضت نهضة كبيرة زي ماليزيا، زي دول قامت إلا بالإنسان وقامت إلا بالتعليم وبالتربية الصحيحة. فنحن يعني ما نسيناش هذه النواحي. وأرجو من غيري زي ما قلت هذا عبارة عن مقترح مشروع، مش حتى مقترح دستور، مقترح مشروع متواضع جدا جدا. وبالتأكيد لما يجتمعوا الليبيين كلهم سواء في المؤتمر ولا في الهيئات التأسيسية من جميع مناطق ليبيا سيثروا هذا الموضوع. وواحدة زي حضرتك وزي الأستاذ أحمد والشباب اللي كم دوركم وحتقدموا مقترحاتكم التي سيكون لها النصيب الأكبر. وأتمنى أن لجنة الدستور 60 حيضم منها جزء كبير من الشباب، لأن الشباب هم اللي حيتمتعوا بهذا الدستور. يعني
في الفقه الدستوري حتى اللي عمره 15 و16 سنه المفروض ما تقصيش، لان بعد الدستور حيظل الى الابد، وهذا بعد 3 سنين حيبقى عمره 18 سنه وحينطبق على الدستور. فنحن ما نسيناش ما نشكر على هذا السؤال الوجيه. والاطفال يعني هم فلذات اكبادنا، هم عماد المستقبل، واعتقد انهم ما همش في حاجه الى توصيه الاباء والامهات. ان شاء الله باذن الله. شكرا استاذ عبد الحفيظ الدايخ، يعني المحامي الرائع والرجل الرائع، يعني استاذ عبد الحفيظ من مدينة الجمال، مدينة البيضاء. شكرا، واصباح الخير والورد والسعادة.